هذه التسريبات، طلعت على ما جاء في هذه الوثائق فيما يتعلق بالعراق والحرب هناك ومختلف الجهات سواء المتورطة أم غير متورطة إلى غير ذلك. ما حوته هذه الوثائق؟ يقولوا أنها 400,000 وزيادة. تفضل. تحية لك وللدكتور أكرم وللمشاهدين. حقيقة هذه الوثائق جاءت توقيتها توقيت غير صحيح، وهو توقيت محرج بالنسبة للحكومة العراقية بالذات. وهذه الوثائق يعني أخذت منحى إعلامي ومنحى سياسي. المنحى الإعلامي هي شكلت مادة دسمة للإعلام، وبالتالي تلك الفضائيات الطويلة العريضة والناطقة باللغة العربية والموجهة للرأي العام العراقي أخذت تشرح تلك الوثائق كمادة دسمة تضعها أمام الجمهور. أما المعيار أو الطابع السياسي فأخذ تداعياته على المشهد الشارع العراقي، رغم بأن المواطن العراقي قد أشبع وتعب من تلك الملفات، سواء ملامستها بالواقع ضمن الاختراقات الكثيرة والكبيرة من قبل القوات الأمريكية لمنظومة الإنسان العراقي، أو سواء بعض التجاوزات من قبل الحكومة العراقية أو بعض الجهات الأمنية داخل السجون. أي مع الأسف يعني هذه ال7 سنوات لم تستطع الدولة العراقية الجديدة أن تؤهل كوادرها الأمنية بتأهيل إنساني، تأهيل مهني، حتى لا تتكرر تجاوزات النظام البائد في السجون. فللأسف يعني هذه التقارير حملت بعض منها مصداقية، بعض منها، وهذه البعض التي نتحدث عنها هي كانت متداولة حقيقة بين وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، ولكن الكثير من هذه الوثائق هي مفبركة ولا يوجد لها غطاء شرعي، أي لا تستند إلى معطى قانوني، يعني لا تصدر من محاكم ولا تصدر من جهات قانونية، وبالتالي هي عبارة عن وثائق تنشر على ويب سايت، موقع، وهذا الموقع هو يملكه شخص أو يدوروه عدة أشخاص. ولكن نحن نتساءل حقيقة باستغراب كبير، يعني هذا الحجم الهائل من الوثائق التي استطاع الموقع أن يسربها بهذه الظروف، أين هي أجهزة المخابرات الأمريكية؟ وعلما الموقع للي ما يعرفه هو موجود في أمريكا، يعني هو مسجل أصلا كدومين وكاستضافة الهوستنج ماله في أمريكا. يعني أين ذهبت المخابرات الأمريكية، البنتاغون، المؤسسات الأمريكية لملاحقة تلك الملفات؟ وبالذات في يوليو من هذا العام هو الموقع نفسه بث 90,000 وثيقة أدعى بها سرية ضد أفغانستان، مما أثار من غيظ البنتاغون. لماذا لا تلاحق البنتاغون أو السياسة؟ سأعود إلى هالقضايا فيما بعد. انتقائية وألاعيب وفقاعات إعلامية وتوقيتها مشبوه، وأن دولة القانون يقرر مقاضاة موقع ويكيليكس ويتهم بتقاضي رشا. قرر ائتلاف دولة القانون الذي تزعمه نوري المالكي رفع دعوى قضائية ضد موقع ويكيليكس بعد نشر هذه الوثائق التي تتهمه بتورط في عملية قتل واعتقال. وقال بالحرف هنا أقرأ، قال القيادي في دولة القانون حيدر الجوراني نعم الجوراني في تصريح صحفي: سنقوم برفع دعوى قضائية ضد ويكيليكس لنشر وثائق غير صحيحة وغير دقيقة. سجل عندك بعدين أخذ رأيك. وأضاف: منذ أن أصبحت كتلة دولة القانون الأكبر هناك محاولة لإفشال المشروع الذي أسسه المالكي، واتهم الجوراني قوى خارجية لم يسميها بالاسم، اتهم بالتخطيط وبث
مثل هذه الوثائق لإسقاط المالكي، معتبرا أن هذه الوثائق جزءا من محاولة إسقاط المالكي والتشهير به. وقال في كلامه كثير، وبعدين قلل مباشرة من تأثير هذه الوثائق في الرأي العام. تفضل. حقيقة هذا التصريح أو البيان اللي قاله السيد الجوراني سبقه بيان من مكتب رئاسة الوزراء، نعم، يبين به رأيه أنا تعمدت دولة القانون، اسمح لي، الجانب الحزبي حتى لا يقولوا جماعة ولايتهم اتجاه هذا الموقع والوثائق التي سربت منه. ولكن مع الأسف بعض الإعلام وقع في فخ الإعلام الأمريكي المزيف، وبعض الإعلام العربي هو يعني شارك، هو مزيف، يعني نعم، إعلام أمريكي مزيف. نعم، أوكي. وبعض الإعلام هو شارك أصلا في دفع أموال لكي يحصل عليها من هذا الموقع، وبالتنسيق طبعا مع المخابرات الأمريكية. هذه القنوات العربية التي دفعت أموال لا نريد أن نسميها احتراما إلى خصوصية قناتكم المحترمة، ولكن هي معروفة. دقيقة بس للمعلومة، فقط للمعلومة، أنه ليس قنوات عربية بس، قنوات غربية، وكان 4 منهم، الجزيرة والجارديان وأيضا البي بي سي 4، نعم، ودير شبيغل، ولكن البي بي سي 4 ودير شبيغل، ولا صحيح اللي تقولوه صحيح، أنا متابع أنا متابع مثلكم، ولكن المواطن العربي والعراقي خاصة لا يتابع تلك القنوات سواء المرئية أو المقروءة، بل يعتمد على القنوات العربية تبعا لثقافته العربية. فتصدرت إحدى القنوات مهمة نشر الوثائق على فضائياتها وعلى مواقعها، وبالتالي بدأت تفبرك هذه الوثائق لمصلحة أو غاية هي تبتغيها اتجاه شخص السيد المالكي أو اتجاه العملية السياسية. طبعا الوثائق كلها تستهدف العملية السياسية برمتها، بكل رموزها، بكل تياراتها السياسية وقواها الحزبية، لا تستثني أحدا، ولكن تستهدف المالكي خاصة لكونه قاب قوسين أو أدنى كما ذكرت أنت وذكرت جوراني من تشكيل الحكومة. وانتقائية الوثائق في موقع ويكليكس، نحن ما نراه بأنه يسلطون الضوء على كأن هذه الوثائق ترفع من مظلومية الطائفة السنية، ومعذرة أقولها إخواننا العراقيين من الطائفة السنية، وتدفع بالطائفة الأخرى الشيعية كوجه قبيح، كوجه إجرامي، من خلال الأحزاب الشيعية الإسلامية تصورها بأنها صاحبة ميليشيات ضاربة، وهي تتمول من إيران وتدفع بها إيران بالاتجاه العراقي، علما يعني أنا لا أريد أن أدافع عنها، ولكن معلومة للشارع العراقي والمتابع. يعني ترى في أنه من التحريض الطائفي في بالتأكيد. هذه الوثائق هي إعادة إنتاج المشروع الطائفي الذي بدأه بول بريمر وجيغارنر حقيقة. وعندما فشل مشروع فيلتمان ومشروع بايدن في تشكيل الحكومة من قطبين، علاوي والمالكي، وبدأ المالكي يجنح إلى الائتلاف الوطني وبالذات التيار الصدري، ونحن نعلم بأن التيار الصدري هو يعني عليه علامة استفهام أو عدة تساؤلات أو مؤشر من قبل الإدارة الأمريكية والبنتاغون تحديدا بأن هذا التيار هو تيار إرهابي ويملك ميليشيات، وقالوها لكن البعض يقول أن التيار الصدري هو اللي كان متهم برعاية ميليشيات الموت طبعا التي هو بالتأكيد في كثير من العراق، وليس المالكي. هو بالتأكيد أنت إذا ترى الوثائق حتى يحددون منظمة بدر، لكون منظمة بدر هي الآن مع المالكي، هذه الوثائق لا تمس المجلس الأعلى، تحدد منظمة بدر، تحدد الميليشيات الشيعية اللي هو التيار الصدري، لا تحدد أطراف أخرى. يعني ما معنى الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون هي مستهدفة من تلك الوثائق، وما تداعيات
ما بعد الوثائق، يعني أي ما معناه هم يراهنون على الرأي العام العراقي ويراهنون على تفتيت كتلة المالكي وتفتيت الكتلة الائتلاف، ويشغلون تلك القوى السياسية المتصارعة حقيقة بتلك الملفات لكي يظهرون القوى السياسية الأخرى أو جماهيرهم بالمظلومية، وبالتالي يقاضون. اسمح لي، مكتب رئاسة الوزراء شكل لجان تحقيقية برئاسة وزير العدل، وتحت مسمى مجلس الوطني، أي مجلس الوطني هو اللي شكل هذه اللجان التحقيقية. ومن الخطأ الكامل سواء من المحللين السياسيين أو المراقبين أو وسائل الإعلام أن تقفز على تلك الوثائق دون دراسة تفاصيلها، لأنه الوثائق لا تسمي الأشخاص. القاضي جعفر الموسوي قال اليوم قال يجب دراستها، طبعا يجب دراستها والتمحيص بها، وبالتالي يجب معرفة شخوصها من هؤلاء المرتكبين، ما عدا السيد المالكي قد ذكر بالاسم ولكن لم تذكر أطراف. سأعود إليك أخي ناجي. الدكتورة أكرم، يعني 2003 و2004 و2005 و2006 ما كان المالكي. المالكي بدأ من 2006 لغاية الآن، تلاحظ. إذا أكو سنوات قبل المالكي تتحملها قوى سياسية. لماذا أنا قلت في بداية حديثي ناجي بس احنا ما نتكلم على قوى سياسية، نتكلم على أشخاص. احنا من القوى السياسية، لا أشخاص. احنا لما نقول بأنه هذه الوثائق هي سيست لأنه يعني حصل لبس في اسم المالكي، أي جر المالكي بهذه الوثائق، لم يجر غيره. لاحظ الآن لم يظهر، اسمح لي، لم يظهر اسم. يقول الأستاذ الدكتور أكرم بأن هناك مئات الأسماء من قياديين أو ثانويين. نحن الآن لم نرى، لا نحن ولا الوثائق تفصح لنا عن أسماء أخرى غير المالكي، فقط المالكي بهذه الوثائق مدار. وبالتالي هذه البرامج التي تعقد على فضائيات القنوات العربية تتداول اسم المالكي والقصاص من المالكي. لا شلون لا أخي العزيز، البعض الآخر دعا لمقاضاة المتورطين. طبعا المتورطين. نحن ضد أي عمل يمس بالدم العراقي، وهذه الوثائق كلها تدين الجانب الأمريكي. الحكومة العراقية قالت بتكرار رغم بأنها حكومة ضعيفة، وأنا أقولها الآن وأقولها مئات المرات، الحكومة ضعيفة لا تستطيع أن تقاضي القوات الأمريكية، لأن القوات الأمريكية قوات محتلة وغازية، وبالتالي هي القوات الأمريكية يجب أن تحاكم، سواء إدارة بوش أو سواء قيادات القوات الأمريكية، لأنها تجاوزت حتى اتفاقيات جنيف، تجاوزت حتى اتفاقيات حقوق الإنسان وبنودها. تجرنا إلى مقاط جانبي استاذ. لا هذا نراك أن مؤيدو المالكي ومنهم أسماء كثير منهم السنيد قال البعثيون وراء وثائق الجرائم، وأن التقرير يمثل حملة إعلامية تستهدف الدولة وتستهدف العملية السياسية شنتها جهات كثيرة بين قوى إقليمية، بعثيون متضررون من قيام النظام السياسي بعد العام 2003. البعض يقول هي حقيقة، والبعض الآخر يقول لا. عندي تصريح آخر من حزب البعث يقول وثائق ويكيليكس وأكد التواطؤ بين إدارة بوش النظام الإيراني والسياسيين اللي جو بعد 9/4 في جريمة كبرى هي غزو العراق واحتلال غير ذلك. شوف هو هذه ولا أستاذ محمد، احنا نكون واقعيين. نعم. الآن التجربة السياسية العراقية الوليدة تجربة ديمقراطية إذا صاحبها مناخ سليم ممكن أن تنجح وتكون نموذج بالشرق الأوسط إذا مو نموذج بالمنطقة العربية. ولكن صراحة دفع الجهات المحيطة والمحور العربي باتجاه العراق، سواء تحريك مواقع أو قنوات أو سواء تحريك أشخاص. تعرف يا سيدي الفاضل تداعيات هذه الملفات والتسريبات ماذا؟ الآن بدأت تتشكل في داخل بعض الدول العربية خلايا تجميع بها الشباب المغرر به، ويرفعون مظلومية أخواننا السنة، وبالتالي سوف يشهد الساحة العراقية موجات من الانتحاريين وموجات
كيف تهدئتها؟ سفاكين الدماء. كيف تهدئتها؟ وبالذات الآن الجو العراقي يعني من تداعيات زيادة الإرهاب وكذا. طبعا الآن الجو السياسي العراقي جو مشحون، تشوفها هذه الحراكات وما تتمخض عنها من صراعات، حقيقة صراعات استراتيجية وتحديات استراتيجية الآن نعم. تلوح بالأفق العراقي، وعلى الساسة العراقيين أن يعوا خطورة المرحلة، وأن يعوا بأنهم ويفكروا مليا بأنهم كلهم في مركب واحد اسمه العملية السياسية.